طبعا الكاتبة الكبيرة يعني صاحبة القلم والمنتج الأدبي الكبير أستاذة سلوى بكر، يعني بنرحب بها جدا جدا في صالون روايات مصرية للجيب، ولازم نسمع منها رؤيتها لروايات مصرية للجيب وللتعاقب الأجيال وللإنتاج الفكرة من جديد مرارا وتكرارا، أن نبحث عن موهبة جديدة حقيقية وأن تصدر أعمال ليهم من خلال المؤسسة. اتفضلي يا أستاذة سلوى. مساء الخير جميعا، وأشكركم وأشكر حضرتك جدا وحضرتك على هذا الاحتفاء. يعني أنا عايزة أقول لحضراتكم جيلي أنا وأنا يعني تجاوزت دلوقتي 75 سنة. اتربينا لما بدأنا نقرأ على روايات الجيب. هذه الروايات تضع اللبنة الأولى لعملية التلقي، كيف نتلقى العمل الأدبي، وهي المدخل الأساسي للدخول إلى عالم الأدب والقراءة الأدبية. فأن تعود مرة أخرى روايات الجيب، ولكن بشكل جديد وبأسلوب مغاير. كان معظم روايات الجيب اللي قرأناها في الماضي هي روايات مترجمة، ولكن أن يكون هناك روايات مكتوبة من قبل شباب وأجيال جديدة، أظن هذه نقلة نوعية في روايات الجيل. أنا يعني سعيدة جدا بعودة هذه الأعمال، وبهني حضرتك جدا، وهذا مشروع كبير. ومصر لن تنهض إلا بحاجتين: التعليم أولا والثقافة. إذا لم نتعلم تعليما مستنيرا جيدا، مصر طول عمرها فيها فقر، وفيها فقر شديد وغنى فاحش، طول عمرها فيها تناقضات، طول عمرها فيها أشياء مختلفة جدا عن بعضها. ولكن مصر طول عمرها مستنيرة لأن لديها تعليم جيد. تستنير مصر عندما يرتقي تعليم. ونحن أظن المشكلة رقم 1 في مصر ومأساتنا الحقيقية هي التعليم، ثم الثقافة. والثقافة ليس بالضرورة أن تصنعها الدولة. الثقافة هي صناعة مبدعين، هي صناعة أولئك الذين يمتلكون أفكار تساعد المجتمع على أن يتقدم إلى الأمام. قد نختلف في الأفكار، قد لا نتفق جميعا، وهذه ظاهرة صحية، ولكن المهم أن ننتج أفكارا جديدة، والأفكار الجديدة هي مهمة المثقفين في المقام الأول. ما أريد قوله أنه هذا الاحتشاد الجميل إنما يؤكد أن مصر بخير، لأن هناك من يقرؤون وهناك من يرفضون الثقافة بكل ما هو مبدع وجديد. وأشكركم. شكرا.